السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. قبل ما نبدأ الفيديو تاعي أو الوصفة تاعي، نقدم تعازية الحارة لكل إخواننا السوريين والأتراك. نقول لهم عظم الله أجركم وأعانكم الله. لكن والله مناظر تقطع القلب، لكن الحاجة كي تجي من عند ربي دائما مرحبا بها. الحاجة اللي تضر راهي ماهيش الموت. الموت راهي حق، راهي تجي الموت، قادر في رمشة عين تجيك الموت. ما عندهاش وقت محدد. لكن اللي يضر واللي يؤلم انه الناس ما تتعظش، انه هذه رسائل من عند ربي سبحانه للناس بغضب ربي عليهم، باش الناس تتعظ وتتفكر بلي كاين يوم القيامة وكاين يوم الهول وكاين. لكن للأسف الناس مستمرين في الذنوب، وما كان حتى اتعاظ. يتأثروا بالحاجة نهار ونهارين وبعد ينسوها ويرجعوا في الحاجة اللي كانوا فيها. ربي سبحانه وحتى الموت اللي هي الموت كي يموت لك واحد من الأقرباء تاعك يفكرك باللي كاين الموت، يعني باش ما تنساهاش ويضرك في أقرب الناس ليك. فما بالك بالزلازل وبالموت الجماعي هذه راهي رسالة عظيمة وتذكير من ربي سبحانه بأنه كاين يوم القيامة، كاين يوم الهول، يعني يوم لا مفر. كما تقول الآية الكريمة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يعني يا ربي يلطف بينا، يا ربي يرحمنا برحمته، هذا ما نقوله. وهنا راح نبدو الوصفة هذه تاع التحلية. كما تعرفوا تحلية رمضان راهي ماشية في اليوتيوب هذه الأيامات كما قلت لكم. هنا نحتاج 2 كسارن أو 2 طاوات، كل واحد كيف يسميهم. الطاوة الأولى راح ندير فيها ربع فقط كاس سكر، اللي هو تقريبا 2 مغارف تاع أكل سكر، نحطها على جنب. ونجيب طاوة أخرى نحط فيها 2 كيسان حليب، ونحط رشة ملح. بما أني راح ندير نشا لازم رشة ملح. ديري فرينة ولا ديري نشا لازم ديري رشة صغيرة تاع ملح. هنا النشا نتاعي، يعني نعتذر راني كشري هذه ولدي سيح لي عليها شويه هكا القهوه فيها حبيبات، يعني ما عندي ما ندير لها. المهم انا صورت بها صاي، يعني معليش ذوق القهوه، ما اصلا القهوه نكهو بها التحليات وكل شيء. وراح نضيف حبه كريم ديسير، النوع هذا ولا النوع الاخر اللي عندك، ونخلط بارد في بارد. ونحط الطاوة هذه الكسرونة هذه نحطها على جنب. مازلت ما راحش نطيبها درك، نحطها على جنب. ونروح قبل ما نبدا نطيب التحلية نوجد ليفيرين. هنا نوجدهم فوق الطابلة باش بعد ما نتعطلش. المهم قلت لكم نحط الخليط هذاك على جنب بارد. بعد ما خلطته بارد في بارد، ونهز الكسرونه الاخرى اللي فيها 2 مغارف سكر، ونديه يتكرمل. ما نحركوش حتى يتكرمل. ما نكثروش السكر في التحليه هذه، لانه راح نركزوا على الكراميل، هي اللي راح تحلي التحليه. لانه راح تكون 2 طبقات، طبقه تحليها الكراميل هذه السكر المكرمل هذا، والطبقه اخرى راح تحليها الشوكولا. كيما تشوفوا هنا ما حركتوش حتى تكرمل. من بعد راح نطفي على النار، باش انا اصلا قاعده نصور باش ما يعني اللقطه هذه دونجي شويه على بها طفيت، لاني يهز اصلا التليفون ممكن يتنطر عليا داك السكر ويحرقني. وصبيت الخليط هذاك تاع الحليب اللي فيه حبه العلبه تاع كريم ديسير، صبيته فوق السكر المكرمل. نحطه على نار متوسطه ونحرك حتى نتحصل على كريمه. الكريمه لازم تجي ثقيله شوي باش ما تقعد لكش جاريه التحليه. نواصل طبعا الخطوه هذه كامل تعرفوها، لازم تقعدي تحركي باش ما تلصقش النشا لتحت وما تحرقلكش الكريمه. كما قلت لكم حتى تحصلوا على القوام هذا ثقيل.
هنا بعد ما ثقلت نروح نصبها في ليفيرين. اول حاجه ما تنسوش يعني تفوروهم هكا على البخار هذاك باش ما يتكسروش، لانه في الشتاء الكيسان يكونوا باردين. تصبي عليهم الكريمه سخونه باينه راح يتكسروا. نقسم الكريمه هذيك على الكيسان. انا درت بها 6 على الوصفه هذه. من بعد ندي مغرف تاع كراميل. هذه الكراميل الناس الكل تعرفوا تخدموها، سكر ويتكرمل وتزيدي له شويه زبده. عليه كثرت الكراميل لانه ممكن تنقصي، ممكن ديري نص مغرف فقط. كثرت لانه اصلا كما شفتوا كميه السكر في الكريمه اللي هذه اللي درتها لتحت واللي راح نديرها لفوق راح تكون ماهيش مسكره، يعني ماهيش حلوه مليح. نخلي الطبقه هذيك تبرد في غرضها ونروح راح ندير طبقه اخرى نفس اللي درته المره الاولى. 2 كيسان حليب ندير معاهم رشه ملح و2 مغارف نشا، ونحرك بارد في بارد وندي نحط على النار متوسطه. وفي اللحظه هذه نحط علبه تاع شوكولا. من الافضل باش تكون الطبقه غامقه، يعني كي تحطيها في ليفيرين تجي منظر التحليه باهي. اذا حابه الطبقه الفوقانيه تجي بلون اخر غامق حطي شوكولا نوار. لكن انا جابوا لي ماكسي تاع كراميل على بها جت اللون مش بعيد على الطبقه الاولى. كي تثقل خلاص يعني نفس الطريقه الاولى. كي تثقل خلاص نحطها فوق الطبقه الاولى. وكما شفتوا راني ما درتش السكر، غير علبه الشوكولا حليتها غير بالبطاطا الشوكولا. وهنا للتزيين خليتها برد. هنا للتزيين انا عندي هذوما الكعابر هذا نتاع الشوكولا اللي بول هذم، زينت بيهم تزيين اختياري. وحبيت نضيف شوي كراميل الفوق. هنا راه ولدي الكبير اللي يدير، انا راني قصيت صبعي بالموس، راني مش قادره حتى نحارب، حتى الكريمه تقريبا خلطت لي هو. وهنا كانوا عندنا زوز. وفي الاخير وللامانه وكما تعودتوا مني الصراحه، انا التحليات هذه راني ما نحبهاش، لا انا لاولادي. هذه تاع الحليب غير الحليب انا اول مره نجربها ونشاها وما فيها والو. هذه ننصحكم ما تجربوهاش بكل صراحه.